الاستراتيجي للنهوض بالمراحل التعليمية والتي نادت بها القيادة ابني ابنك، وأيضا تم إنشاء بنك المعرفة المصري في يناير 2016 ليكون خطوة مهمة نحو بناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. فكر القيادة السياسية جعل الاهتمام بهذا التغيير والتطوير يأخذ شكل الجدية في التنفيذ والمتابعة. تعالوا معنا نناقش أهم العوائق التي تقف أمام تطوير العملية التعليمية في مصر، سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي. ولقاء الأستاذ الدكتور أسامة الشاذلي، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الإسكندرية. مساء الخير دكتور أسامة، منورنا. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. دكتور أسامة، قبل ما نبدأ أسئلتنا خلينا أخذ تعليق من حضرتك على الإعلان اللي سبق لقاء الهواء. تمام، هو الإعلان الحقيقة إعلان جيد بيبين الأخطاء اللي بيرتكبها الآباء والأمهات بالنسبة للأولاد. طبعا كل اللي احنا شفناه دي ظواهر سيئة جدا وغلط جدا. هو في مشكلة إن احنا مش عارفين، أو كتير من الآباء والأمهات ما يعرفوش ايه هي الطريقة المثلى للتعامل مع الأولاد وتشجيعهم وتحفيزهم، بدل العقاب وبدل الزعيق وبدل خوفهم الشديد عليهم، بس بيعالجوا ده بطريقه خاطئه جدا زي ما شفنا. وده حاجه كويسه ان هو يبرز هذه الاخطاء عشان احنا نشوف اخطائنا، وهذا هو واجب الاعلام وواجب حتى المسلسلات والتلفزيون والسينما، انها تبرز الاخطاء مش عشان خاطر نعظمها، لا، عشان خاطر نتفاداها. انا لما اشوف الخطا بتاعي هعرف اتلاشاه فيما بعد. فطبعا كل دي ظواهر سلبيه جدا. يجب ان احنا يبقى عندنا فكر وثقافه مختلفه عن كده تماما، نعرف كيف ننمي الطالب، ننمي العقليه بتاعته، كيف نخليه يذاكر وفي نفس الوقت ينمي هواياته. هو مش مذاكره هيقعد يذاكر 24 ساعه في اليوم، ده كلام مش منطقي. هو يذاكر ساعتين بكفاءة عالية أحسن ما يذاكر 10 ساعات أو قاعد على المكتب 10 ساعات. هو في الواقع الأمر ما بيذاكرش ولا بيحصل شيء. فده حاجة الحقيقة كويسة، نأمل أن يحصل فيه إعلانات أخرى ترشيدية، كيفية التعامل مع أولادنا الطلبة لكي ينبغوا ويظهر التفوق بتاعهم. والطالب المصري بصفة عامة يعني الغالبية العظمى على كفاءة عالية في الذكاء، يعتبر بالفطرة من الدول الأكثر ذكاء في العالم الحقيقة الأمر. بس هي المشكلة أن هذا الذكاء الفطري لا ينمى، بل بالعكس بيهدر وبيهدم في المراحل الأولى، وده خطأ. نتمنى أن احنا نأخذ الطرق العلمية الصحيحة لتعليم الشباب والأولاد القواعد الجميلة ونحفزهم بإذن الله تعالى، ليس فقط على التعليم، ولكن في ناس عندها كفاءات أخرى، تعليم فني أو صناعي أو ابتكار، موسيقى، فن، كل ده مطلوب. تنمية الهوايات، لأنه هيبقى ينبغ في أحد هذه العلوم، هذا مطلوب. مش مطلوب كلنا نبقى مهندسين وأطباء ومحامين وهكذا، لا، كل الأشغال والأعمال جيدة ومطلوبة في مصر. دكتور أحمد عكاشة في اللقاء الشهري الأول للشباب يرى أن المنظومة في حد ذاتها، المنظومة التعليمية، نشاز، وهذا ما ذكره بمعنى أن كل جهة تعمل بمقاييس مختلفة عن بعضها وكأنها منفصلة، فنشعر بالنشاز في العمل. طبعا الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة بيشخص تشخيص جيد جدا كطبيب وكعالم وكأستاذ جامعي مر بهذه المراحل وشاف كل هذه الظواهر. طبعا التعليم ده مشكلة كبيرة جدا، وهو ليس فقط مشكلة وزارة التربية والتعليم، ده مشكلة الدولة بكافة فروعها وكافة الهيئات الموجودة في الدولة وكافة الوزارات. يعني التعليم يعني الثقافة، يعني الفكر، يعني الرياضة، يعني الشباب، يعني الكثير. هنا احنا بنيجي نشوف الظواهر السيئة اللي احنا شفناها مثلا برضه دخل المدارس بطريقة ليست جيدة، لم يعالج هذه الأمور بطريقة جيدة. احنا دلوقتي في مرحلة مصر الجديدة، بناء مصر الجديدة، مصر الحديثة، تبنى على قيم وعلى مبادئ وعلى أسس جديدة تماما طبقا للدستور. ومش بس كده، الحاجة الكويسة برضو اللي حصلت منذ حوالي 2 أو 3 اللي هي استراتيجية مصر أو رؤية مصر 2030. الحقيقة الرؤية ديت رؤية جيدة وجميع الوزارات ماشية عليها، وده الحقيقة يدينا اطمئنان ان الدولة ماشية بخطط وماشية باستراتيجية، وهذه الاستراتيجية لا تتغير بتغير الوزير، وهذا هو المطلوب. هذه الأخطاء اللي كانت موجودة قبل كده، كل وزير بيجي بيبدأ من جديد ويريد أن يبرز دوره بشكل جيد وربما يمحو أدوار من سبقوه. هذا خطأ. الآن هذا الخطأ بيعالج، ده شيء يطمنا ويطمنا على مستقبل مصر بإذن
هنا دلوقتي بنلاقي على سبيل المثال وزارة التربية والتعليم بتعمل 2030 ما هو موجود في الرؤية بتحاول الوزارة تحققه، وفي تطوير من خلال وضع استراتيجية، لأن بيتم حاليا على ما أعتقد من خلال المجلس الرئاسي لشؤون التعليم وضع استراتيجية خاصة بالتعليم ربما تطبق على عدد من المدارس بداية تقريبا من الحضانة في العام الدراسي القادم 2017-2018. تمام بالظبط كده، في استراتيجية للتعليم، تطوير التعليم هذه قائمة، وفي لجان في وزارة التربية والتعليم متعددة لمتابعة هذه الاستراتيجية ووضعها، ومن بعد ما توضع هذه الاستراتيجية هيبدأ النظر في المناهج التعليمية. هذه الاستراتيجية موجودة وكانت موجودة حقيقة قبل كده، تم عمل استراتيجية منذ بعض السنوات، سنتين أو أكثر، ولكن دلوقتي بينظر إليها لتعديلها وتطويرها ونظر استراتيجية جديدة. الاستراتيجية للتعليم هي أساسها إيه؟ هي أساسها النظر في إحنا عايزين الطالب الخريج بتاعنا بعد ما يتخرج من المرحلة الثانوية يبقى مواصفاته إيه؟ مواصفاته ليست هو حصل إيه في العلم فقط، لا، حصل إيه في العلم، في الثقافة، في الرياضة، في الفكر، في التفكير، في النواحي الشخصية بالظبط كده. هي دي الشخصية المصرية عايزينها تبقى ازاي؟ هل عجبنا الشخصية المصرية الموجودة الآن؟ طبعا عندنا بعض مشاكل، في أفكار خاطئة وفي ده طبعا مش عاوزينه. طب احنا عايزين ايه؟ هذا بيوضع الآن في استراتيجية التربية، وزارة التربية والتعليم، وكان لي الشرف ان اكون موجود في احد هذه اللجان وبدأنا فعلا منذ الأسبوع الماضي في النظر في هذه الاستراتيجية، وبنعمل على تطويرها ومناقشتها بناء برضو، ما احناش بادئين من فراغ، بادئين على استراتيجية اللي كانت موجودة ولم تطبق، ان احنا بنعدل فيها ونطور فيها، ويمكن ان احنا نلغيها تماما. فده بس شيء كويس ان احنا لم يلغى ما قبله، الوزير لم يلغي ما قبله، واحنا برضو ما لغيناش، احنا اخدناها وبنشتغل عليها ونطورها ونحط الفكر الجديد. فدي حاجة كويسة، وكذلك كل ده برضو طبقا لرؤية مصر 2030. في إطار هذه الرؤية، في إطار هذه الرؤية لازم كل الوزارات تمشي في الرؤية. فإن شاء الله ده خطوات مطمئنة على مستقبل التعليم، بس التعليم هياخد وقت، لا نتوقع في خلال سنة. احنا مستعجلين على التعليم، عايزين نشوف التعليم في أحسن ما يمكن وهذا حقنا، وعايزين نشوف الاقتصاد أحسن ما يمكن وهذا حقنا، بس الحاجات دي بتاخد وقت زي ما احنا عارفين. احنا مستعجلين، يجب أن احنا نصبر، ومش بس نصبر، واحنا بنصبر يجب أن نعمل. هو ده برضو المطلوب. نعمل ازاي؟ كل واحد في مجال عمله يتقن عمله ويخلص في عمله، ويكون مجتمع يبتكر ويفكر، هذا هو المطلوب. فهذا الشعار شعار جميل جدا للتعليم، مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، ده شيء رائع، وده اللي احنا عايزينه ان شاء الله في مش بس مستقبل، بدءا من الان. دكتور أسامة، عند وضع الاستراتيجية للتعليم أو أي استراتيجية، هل بتبقى فيها نسبة أو درجة أو درجات من المرونة، خلينا نقول المرونة، بحيث أن يبقى فيه مساحة للتغيير والتطوير طبقا لمستجدات السنوات القادمة؟ لأن ما هو موضوع حاليا ربما لا يتفق 100% مع السنوات القادمة، فهل بتبقى فيه هناك مساحة للمرونة، مساحة للتغيير؟ هو بالتأكيد طبعا ما فيش حاجة بتبقى جامدة، دي كلها قوانين وضعية، ما عدا الكتب السماوية والبدائل ما عدا الكتب السماوية فهو قابل دائما للتعديل والتطوير، وده شيء مطلوب طبعا. كل حاجة بتتغير، العلم نفسه بيتغير، الحاجة اللي احنا بنتعلمها النهاردة بعد سنتين وثلاثة نجد انها في احسن منها، في مش لازم تكون غلط، في احسن منها، في بدائل، في اوضح، في مختصر، وهكذا. فطبعا لازم توضع كل ده في الاستراتيجيه بالتاكيد. لازم تراعى كل هذه الامور. والحاجه الاهم اللي احنا ان شاء الله نركز عليها طبعا هي الشخصيه، وهي بناء الشخصيه المكتمله. اهم حاجه، الحاجه الخطا في التعليم الان هو التلقين طبعا ده بيلغي الشخصيه تماما، بيلغي العقل، عكس البشريه وعكس المنطق وعكس ديننا الحنيف. ديننا الحنيف قال لنا ان احنا بتملي يخاطبنا ان احنا يا اولي الالباب، يعني لازم نشغل عقلنا. انا بعتقد ان احنا لو ما شغلناش عقلنا بصفه عامه بالخير طبعا، يبقى ده هذا خطا، ربما احنا نتحاسب عليه والله اعلم، ولكن هذا ما اشعر به. يجب ان احنا نعرف ونتعلم ازاي نستخدم عقلنا، علشان هذا الشباب الحقيقه اللي بيضل الطريق، الحقيقه انا مش عاوز اقول ان انا بعذره، ولكن هو اخطا الطريق لانه ما عندوش فكر وما عندوش عقل، وسلم عقله لواحد ضيعه، واحد ارهابي ضلله واقنعه ان هو بيعمله ده صح، واقنعه ان هو هيروح على الجنه عشان يعمل الاعمال السيئه اللي احنا كلنا بنرفضها. فهذا ضحيه
الشخص او الاطفال او الطالب اللي عمل او الشخص اللي عمل المشكله الكبيره بتاعت حرق الكنيسه ده او تفجير الكنيسه ده، طبعا واحد ضل الطريق. هو ما عندوش فكر. لو عنده فكر وعنده اعمال الفكر والعقل ما كانش هيفكر يعمل كده يعني، وهكذا. فده احنا بنناقش كل هذه القضايا، ويجب انها توضع في الاعتبار عند وضع المناهج التعليميه عشان بناء الشخصيه والعقل. وهنا هو ده تطوير الخطاب الديني اللي هي الدوله بتحرص عليه. تمام. دكتور أسامة، كلية العلوم جامعة الإسكندرية انفردت وتميزت بمشروع وهو خاص بالطاقة الشمسية. يا ريت حضرتك تحدثنا عنه، لأن هو مشروعك أو حضرتك المنسق لهذا المشروع. تمام. هو الحقيقة مشروع بدأ منذ حوالي 3 سنوات أو أكثر قليلا من 3 سنوات. هو مشروع أحد مشاريع الاتحاد الأوروبي، تقدمنا إليه طبعا ولله الحمد، ربنا وفقنا إن احنا نحصل عليه. كان مشروع بعض الدول من جنوب أوروبا وبعض الدول من شمال أفريقيا، وهذه المشاريع الأوروبية تملي بتحرص على التعاون بين أوروبا والشرق الأوسط أو شمال أفريقيا. فإحنا حصلنا عليه بتعاون مع بعض الجامعات في أوروبا. فطبقا لهذا كان عندنا خطة ان احنا نركب بعض الاجهزة الشمسية، بعض الخلايا الشمسية في اسكندرية. طبعا اول ما بدأنا نفكر في هذا المشروع حاولت ان طبعا اخلي هذه الخلايا وهذه الاجهزة الشمسية انها تكون موجودة عندنا في كلية العلوم. الحقيقة وجدنا بعض الصعوبات طبقا للمشروع، في اسس معينة وفي قواعد معينة يجب ان احنا لا نحيد عنها، ان كل بارتنر وكل المشاركين من كل دولة من كل جهة انه يجب ان احنا نقعد في الميتنجز مع بعض الاجتماعات ان احنا نقرر المبنى ده هيتحط عليه انهي نوع من الانظمه الشمسيه وهكذا. فكان من ضمن الحاجات اللي اثيرت في الاول ما ينفعش كل الاجهزه اللي واخدها جهه معينه انها تتعمل في مكان واحد. نمره واحد. نمره اثنين، ما ينفعش انها تتعمل في مكان عمل الباحث الرئيسي للمشروع. فبدانا ان احنا نشوف ايه الاماكن، نقترح مش احنا بس، برضه الزملاء الاخرين كل واحد يقترح ايه الاماكن اللي ممكن ان هو يقيم فيها هذه المشاريع. احنا طبعا انا بودي ان انا اعملها في كليه العلوم، بس لازم نتبع القواعد الموجوده. فبدانا نفكر في مناطق اخرى، بعض الشركات وبعض الكليات الاخرى في داخل جامعه اسكندريه، على اساس لو ما كانش كلها في كليه العلوم على الاقل تبقى في داخل جامعه اسكندريه، يبقى شيء جيد. وفي النهايه برضو عرفنا ان احنا نقنعهم طبعا باسس موضوعيه انها تتعمل في كليه العلوم، ده الصالح العام. زرنا الاماكن الاخرى اللي احنا كنا اقترحناها عليهم وعملنا دراسات الجدوى بتاعتها وزاروها الشركاء الاخرين زي ما احنا زرنا الاماكن اللي عندهم، واقتنعوا انها هو للصالح العام انها تعمل في داخل كليه العلوم. من ضمن الحاجات اللي ساعدتنا في هذا الوقت ان احنا نقدر نقنعهم ان كان في مصر فيها المظاهرات زي ما احنا عارفين، وكان في المشاكل اللي كانت موجوده في هذه الفتره، فاحنا استغليناها. قلنا ربما لو هذه الاجهزه تم تركيبها في اماكن اخرى ربما تتعرض للتكسير او الاهمال، او احنا مش هنقدر نتابع الصيانه بتاعتها. فده كان من ضمن الايشيو او من ضمن العناصر اللي قدرنا نقنعهم بيها انها فعلا في الصالح تعمل كليه العلوم. والحمد لله كان توفيق من ربنا ان احنا عملناه في داخل الكليه. طبعا انا يهمني ان احنا نخدم كليتنا وجامعه اسكندريه، هو ده الاساس ان احنا كل عملنا لخدمه الكليه وخدمه الجامعه. فتم الحمد لله عملها في كليه العلوم. عملنا الحقيقه 3 مباني او نقدر نقول 3 محطات الحقيقه طبقا لميزانيه المشروع. عملنا 3 اماكن، وعملنا كمان مش بس عملنا الاجهزه الطاقه الشمسيه فقط. على فكره اللي موجود في الخلف عندنا في الصوره ده هي صوره خلايا شمسيه او الواح شمسيه. بس هذه الالواح هي اللي موجوده في استخدام التجاري. هي الواح في الغالب بتركب فوق اسطح المنازل، بالهدف منها هو حاجه واحده فقط، توليد الطاقه الشمسيه. احنا الحقيقه كان عندنا مشروع ان احنا عندنا ابتكار شويه، لا تستخدم فقط في توليد الطاقه الشمسيه، ولكن استخدمناها نوع جديد من الخلايا انها تستخدم كجزء من المبنى، بيسمى BIVP اللي هي كجزء بيلدينج انتجريتد، يعني نحط الخلايا الشمسيه والالواح الشمسيه بداخل المبنى كانها مصممه اليه. هو للاسف بس معيش بعض الصور كنا غير عرضناها، متاح النهارده للاسف. متاح ان شاء الله مره ثانيه، فرصه ثانيه ان شاء الله نعرض هذه الصور. بمعنى ايه؟ بمعنى انها جزء يتعمل كمظله على الشبابيك، بيبقى شكلها جميل مع المبنى، وفي نفس الوقت بتأدي غرض. اولا بتولد الطاقه الشمسيه، ثانيا منظر جميل يضيف للمبنى، ثالثا ممكن يكون بيحوش الشمس عن
الشبابيك الموجودة فبيبقى فيها كذا استخدام. هو ده اللي حصل عندنا فعلا. على سبيل المثال احنا برضو في داخل الكلية، طب هنركب الأجهزة الشمسية في أنهي مبنى وفي أنهي جزء؟ عندنا حوالي 4 أماكن لكلية العلوم زي ما حضرتك عارفة. فاخترنا إيه؟ اخترت إن احنا هنحط الأجهزة في مبنيين 2. أحد المباني اللي هو في الشاطبي حطينا هذه الألواح على الشبابيك معينة. هذه الشبابيك بتظلل بعض مكاتب الأساتذة وبعض المعامل وبعض الطرقات، وبعض هذه الطرقات بيعقد فيها امتحانات نصف العام وامتحانات آخر العام. وجدنا الحقيقة من السنوات السابقة طلبة بيجي يقعدوا في هذه الطرقات بيبقى عليهم الشمس كبيرة قوي وبيضايقهم طبعا زي ما احنا عارفين. لما حطينا السنة دي الحمد لله هذه الخلايا الشمسية عملت لهم مظلة، ما بقتش الشمس تيجي عليهم. هذه فائدة سنوية صحيح، بس كنا حريصين عند اختيار الاماكن نختار افضل الاماكن لتحقيق اكتر من هدف. في كليه العلوم في محرم بيه بقى عملنا مبنى برجوله يعني زي مظله. هذه الخلايا ايضا هي مش معتمه، هي نصف شفافه، فبتخلي الشمس تعدي بس بشيء من الظل، منظر جميل. فعملنا هذه المظله ممكن تستخدم للطلبة، يتعمل كراسي وترابيزات الطلبة يقعدوا يذاكروا عليها أو يقعدوا ياكلوا أو يشربوا وهكذا. فأصبح عندنا مبنى جديد كأنها قاعة جديدة تستخدم ليس فقط للطاقة ولكن أيضا في أنها قاعة تستخدم. تمام. دكتور أسامة، حضرتك تبرعت بأجهزة بحثية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية بقيمة تقدر فيما يفوق 1,000,000 جنيه. تمام. هي فوق الامر هي هذه الاجهزه الشمسيه. هذه الاجهزه الشمسيه دي كانت المشروع اللي احنا حصلنا عليه وجينا ركبناها زي ما قلت لحضرتك ان احنا عايزين نفيد الكليه. فركبناها للكليه وبعد ما انتهى المشروع الحمد لله تم بنجاح وبنولد طاقه كهربيه دلوقتي. طبعا لازم نهديها لكليه العلوم، بتوفر لكليه العلوم. فدي مش تبرع من جيب الخاص يعني الحقيقه، لا هي تبرع هذه الاجهزه اللي هذا هو ثمنها وثمن تركيب طبعا كله مع بعض. فطبعا بتوفر، عملنا حسابيا هتوفر طاقة قد ايه في السنة وحسبنا كيلو وات اور بيتكلف قد ايه، وطلع ان في السنة الاولى هتكلف 24,000 جنيه في السنة للكلية. طبعا احنا عارفين ان خطة وزارة الكهرباء ان الكهرباء هيتزال عليها الدعم تماما بحلول عام 2018، يعني بعد سنة واحدة او سنتين من الان. فكل سنة بيزيد أو الدعم بيقل من دعم الحكومة للطاقة الكهربائية، فبالتالي كل سنة يعني السنة الجاية بدل 24 هتبقى أكتر وهكذا. فده هتوفر كتير جدا، فده حاجة كويسة يعني للكل. أنا بشكرك شكرا جزيلا. بنشكر الأستاذ الدكتور أسامة الشاذلي الأستاذ بكلية العلوم جامعة الإسكندرية. نأتي إلى ختام لقائنا وأيضا ختام حلقتنا، على وعد أن نلتقي بإذن الله يوم الجمعة القادمة. إلى أن نلتقي، لكم منا أرق تحياتي.